احنا بالصلاة على النبي كلنا شفنا الفيديو. شفنا الاربع بني ادمين، للاسف نقول عليهم بني ادمين، اللي كانوا مع الاطفال في المدرسة الخاصة، وكلنا اتصدمنا. بس خليني اقول لك، الصدمة الحقيقية بجد مش في اللي شفناه، لا، في اللي محدش واخد باله منه. كده وخلينا انا وزلط نفهمك كل حاجة من اول السطر. يا باشا، لو دي مدرسة يبقى احنا في عالم هوليود، ناقص يقولوا اكشن قبل ما يعملوا اللي عملوه ده. هنا بقى اول نقطة لازم تتفهم، هل اللي حصل ده كان بسبب شهوة ولا لا؟ ليه؟ لان الطريقة اللي اتعامل بيها والادوات اللي كانت معاهم وطريقة توزيع الادوار بتقول ان الموضوع منظم جدا، مش رغبة لحظية في وقتها وخلاص عشان قبل ما يعملوا اللي عملوه ده. طب اسمع بس، اللي بيعمل حاجة بشهوة ما بيبقاش شايل ماسك، ما بيبقاش متقسمين على أربعة، واحد بيراقب، واحد بيهدد، واحد ماسك الطفل، وواحد بيصور. المعنى ده إن ده انحراف، ده مش نشاط. حصل يا زلط، ونشاط من نوع الوحشة أوي أوي أوي. تعالى بقى للماسك الأسود. الماسك ده مش موجود مع حد غير اللي داخل يعمل حاجة ومش عايز حد يتعرف عليه ولا يشوف وشه، وده بالمناسبة ما بيتباعش عند أي حد ومش موجود في أي حتة كده وخلاص، ده للمواقع التانية. ده ماسك بنشوفه في الافلام الاباحيه الرخيصه، وهي في تسجيلات الدارك ويب برضه للي عايز يشوفها، وده لوحده يحطك في حته تانية خالص، انهم مش اول مره يعملوا كده. والاخطر ان اللي معاه ماسك عارف ان في تصوير، وبالتالي في حد بيجمع الفيديوهات دي، وحد بيبيعها، وحد تاني بيتفرج عليها وبتتلي بمواصفات معينه زي الدارك ويب. وبعدين ده كده مش خوف، ده تنظيم منظم. وفي نقطة أوي مهمة يا زلط، ازاي 4 أشخاص يدخلوا مدرسة ويتحركوا بحرية ويطلعوا من غير ما حد يلاحظ أي؟ يا عم دي مدرسة مش سوق، ده حتى لو جاي تدفع المصاريف بيوقفوك ساعة عند الأمن. ايه ده، في ايه؟ ووجودهم جوه المدرسة بالشكل ده معناه إن في حد كبير أوي بيسهل لهم الدخول والخروج والموضوع كله. ايه ده، في ايه؟ يا موظف يا اما حد من